اهلا بحبايبي في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بسكوت النشادر بطريقه سهله جدا، ان شاء الله هتعتمديها عندك باذن الله. البسكوت معانا اهوت جميل جدا، اللون بتاعه بجد حلو وذهبي. وكمان البسكوته معانا احنا بنحبش البسكوت اللي هو بيتقطم بصعوبه، احنا بنحب البسكوت يكون ناعم وفيه سنه قرمشه كده، بجد حلوه قوي. القرمشه كمان اللي بتبقى في البسكوت دي حلوه جدا. حاجات مهمة كتير في الفيديو، اي حد بيفصل منه الزبدة او اي حد بيحصل المشاكل معاه في البسكوت ان شاء الله هنقولها في اثناء الفيديو. بالله عليكم يا بنات ما تستخسروش فيا اللايك، بجد المشاهدات عندي قليلة جدا وبجد انا بتعب في الفيديوهات دي. ليه مش بتدعموني؟ ادعموني وحطوا لي اللايك، اشتركوا في القناة ولو ما عجبكوش القناة بتاعتي من حقكم اللي انتوا تتفرجوش عليا. بس يا بنات بالله عليكم اي حد جديد يخش عندي يديني فرصة كده واشترك عندي، انا والله مش بقولكوا على حاجة الا غير باذن الله انا اكون مجرباها وحابة الحاجة دي وبقولكوا عليها عشان تستفادوا منها. نصلي على الرسول ونسمي الله ونخش على الطريقة. اول حاجة معانا كيلو دقيق ويكون متعدد الاستخدامات. انت عادي مالكيش دعوة بالنوع اللي انا مستخدماه، اهم حاجة يكون مكتوب عليه متعدد الاستخدامات، اي نوع انت تفضليه. هي كمان 400 جرام من السكر البودر، انا طحناه في المطحنة بتاعة الخلاط عادي. خلاص. ومعايا كوب حليب اللي يكون دافي، ومعايا 600 جرام زبدة لازم تكون طالعة من التلاجة، ومعايا 4 بيضات يكونوا وسط بدرجة حرارة الغرفة، يعني يكونوا طالعين قبلها حوالي ساعة ولا ساعتين في قلب المطبخ. ومعايا معلقة صغيرة تكون ممسوحة بيكنج باودر، ومعايا ربع معلقة من النشادر، ومعايا ربع معلقة من الفانيليا، ومعايا رشة ملح. اول حاجة يا بنات هنضرب السمنة في المضرب بتاعنا او العجان، وكمان لو محدش عنده عجان او مضرب كهربائي ممكن يعمله بايديه عادي جدا. احنا زمان طبعا ما كانش في الكلام دوت، كان الكل بيعمله بايديه، كان بيعمل البسكوت بايديه وكان بيطلع زي الفل. فالمضرب بس بيهون علينا التعب وكمان الوقت، فالايد فعلا بتاخد وقت شوية وكمان مجهود، بس بيطلع نفس النتيجة. تضربي بايديك عادي جدا، وبعد ما يبقى معاكي باللون السمنة بتبقى باللون الابيض بتضيفي لها السكر وهكذا، وهقول لكم كمان على الخطوات دلوقتي. هنضرب بقى السمنة بتاعتنا على درجة عالية علشان خاطر تبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتتحول للون الابيض اهوت. وبعد كده هحط 400 جرام من السكر. ليه يا منى مش بتقولنا المقادير بالكوباية احسن من الجرامات؟ عشان في ناس ما عندهاش ميزان. بصوا انا واحدة من الناس ما عنديش ميزان، بس انا بحب صراحة حاجة العيد بالذات عشان تطلع معايا مية مية ومظبوطة اوزنها. ما عنديش ميزان، باخد كمية كده يعني بالنظر كده، بعايرها معايا في الكيس وبروح اوزنها في السوبر ماركت، بيوزنها لي نص كيلو او 600 جرام زي ما انا عايزة صراحة، بس تأذنه وايه وبيوزن لي الحاجة اللي انا عايزاها. خلاص. فانت اعملي زي يعني. بعد كده حطيت السكر البودر معايا، فما تجيبيش سكر بودر من بره عشان بيبقوا حاطين فيه نشا، بيبقوا حاطين فيه حاجات تانية. استحسن طبعا اللي انت تطحنيه عندك في البيت. هنجيب طبعا من الجوانب زي ما انتوا شايفين كده علشان كله يختلط مع بعضه والسكر يختلط مع السمنة. هنجيب بقى ال4 بيضات، هنحط بيضة بيضة وهنحط الفانيليا، يعني اول بيضة تلاقيها اختفت حطي تاني بيضة وهكذا لحد ما تكملي ال4 بيضات. وحطيت الفانيليا بتاعتي، ممكن تحطي كيسين فانيليا من اللي هما الباكت اللي بيبقى صغير دوت. انا صراحة بفضل الفانيليا اللي هي مش السايلة، لا اللي هي البودر دي بتبقى حلوة جدا. خلاص البيض خلاص اختفى معايا همت ال4 بيضات. هنجيب بقى كيلو دقيق وهننخله. صراحة دقيق الكوثر برضو حلو، ودقيق اللي هو المطبخ حلو. هنحط في كيلو الدقيق هنحط رشة الملح وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. كوباية اللبن الدافي هنحط فيها ربع معلقة من النشادر. ما تكتريش في النشادر عشان البسكوت بتاعك ما يفرش معاكي. ممكن في ناس تقولي الربع معلقة حاجة قليلة جدا، بس انا مش عايزة البسكوت بتاعي يفرش، انا عايزاه يكون
هو بالنشادر، بس مش عايزاه يبقى يكبر كده مني في قلب الفرن. وهقول لكم برضو على الاسباب اللي ممكن البسكوتة تفرش معاكي وازاي تتجنبي الموضوع دوت. طيب حطينا كيلو دقيق على الخليط اللي احنا ضربناه في قلب المضرب، حطيناه كده الدقيق تدريجيا، حطيته على 3 مرات، هقلب من فوق لتحت. هنقلب كده بس نقلب بالراحة يا بنات، ما نقلبش جامد. انا مش عايزة عجن في قلب العجينة بتاعتي، انا عايزة يدوبك ادمج كل المكونات مع بعضها بصوابع ايديا كده وهدمجها. طيب على فكرة انا كنت ممكن اعمله عادي في العجان، عادي ممكن تعملي في العجان بتاعك، بس انا حبيت ان انا اكمل كده على ايديا علشان برضو اللي ما عندهمش عجان ممكن يقولوا لا مش هنعرف نعمل الوصفة دي. يا حبيبتي لا، عادي جدا، العجان بيسهل بس الموضوع، بس انت عادي ممكن الخطوات كلها اللي انا عملتها في العجان تعمليها على ايديكي، بس هو بس بيوفر مجهود وكمان وقت، مش اكتر ولا اقل، وايديك هتديكي نفس النتيجة بتاعت العجان او المضرب. خلاص هننزل بقى بكوباية اللبن اللي احنا حاطين عليها ربع معلقة من النشادر، ربع معلقة صغيرة من النشادر. هنقلب بصوابعنا اهوت لحد ما كل معلقة الكوباية اللبن تخش في قلب المقادير بتاعتنا. العجينة بتاعتنا هتكون عجينة لينة كده ناعمة جدا. خلاص احنا بنغسل بقى ايدينا وبنختبرها كده ونشوفها هي هل لينة كده وجميلة وما بتلزقش، خلاص فكده تمام. حطيها بقى في التلاجة لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، ما تشكليش بيها على طول، علشان احنا ضربنا فيها وعجناها تحس ان هي خلاص طلعت زبدة، نسبة الزبدة كده بسيطة، فلازم نحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. بعد كده هنجيب نحط حتة عجينة في قلب الكيس الحلواني بتاعنا وندخل الكمية تاني التلاجة. هو دوت سبب من الاسباب على فكرة ان العجينة بتكون سايحة معاكو وبتيجوا تشكلوها وبعد كده بتدخلوها الفرن، بتسيح البسكوتة، بيتسيح معاكي في قلب الفرن وبتفصل زبدة، وكمان بتحس ان هي بتكبر. انا عملت كام بسكوتة واختبرتهم زي ما انتوا شفت اهو، اختبرتهم علشان اشوفهم هم هل فردوا في قلب الفرن بتاعي، هل هم فصلوا زبدة معايا. بتختبري كام بسكوتة، وكمان علشان خاطر تشوفي درجة الحرارة هل مناسبة معاكي كده وتمشي عليها على كل المقدار بتاعك ولا ايه. طيب درجة الحرارة لازم أن تكون 180-200 درجة. هتشغلي من تحت، هتحطي الصواني بتاعتك على الرف المتوسط، هتشغلي كمان الشواية وما تعليش الشواية برضو، هتخليها متوسطة. هيقعد معاكي حوالي 20 دقيقة، يعني من ربع ساعة ل20 دقيقة هيطلع معاكي بنفس الجمال اللي انت شايفاه ده. اهم حاجة يا بنات علشان خاطر ما يسحش معاكوا في قلب الفرن ويفصل الزبدة بتاعته، كمان تلاقيه فرد معاكي في الفرن، تحطيه في التلاجة وبعد ما تعملي صينيتين تشكليهم وتيجي خلاص تسويهم، ما تشكليش تاني صواني، ما تشكليش تاني بجد، لو شكلت تاني هيسيح معاكي. قبل ما يطلعوا ب3 دقايق تكوني مشكلة الصينيتين التانيين. والله يا بنات انا كمان شكلته قصاد مروحة، طلعت من المطبخ كان فعلا حر، وده سبب من الاسباب على فكرة ان البسكوت بتاعك يسيح معاكي. جربي الخطوة المهمة اللي انا بقولك عليها دي، اطلعي كده من المطبخ وشكلي بره المطبخ، شكلي بره المطبخ قصاد مروحة، هتلاقي البسكوت بتاعك طلع 100%، مش هيسيح معاكي ولا هيفرش معاكي ومش هيفصل زبدة معاكي. طيب الزبدة اللي احنا استخدمناها في الوصفة دي زبدة فرن، ما تستخدميش زبدة حيواني اللي هي الزبدة البقري الصفرة، الا غير ما تكوني مسيحاها. لو سيحتيها عملتيها معاملة اللي هي السمنة البلدي وتسيحيها كده، علشان بيبقى فيها نسبة سوائل عالية جدا، دي هتنشف لك البسكوت بتاعك. لو في حد عملها بالزبدة اللي هي البقري ومش عارف ايه السبب ان البسكوت طلع معاه ناشف، الزبدة هي السبب. خلاص، فانت يا اما تسيحيها خالص وتخرجي كل المية اللي فيها، يا اما تستخدمي من الاول خالص الزبدة اللي هي الفر، يطلع معاكي زي الفل. وزي ما انت شايفة كده بسكوت جميل وناعم وفي كده قرمشة، جميل جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، انا وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية أجمعين يا رب. يا رب تكونوا في هنا وسعادة على طول. ما تنسوش يا بنات
تحطوا لي اللايك والاشتراك، ولا اللايك بفلوس ولا الاشتراك بفلوس. انتي بتتابعي واحدة بتديكي معلومة صح، ممكن تفيدك بحاجة، فما تستخسريش فيها اللايك، ما تستخسريش فيها الاشتراك. احنا اخوات، فاللي بايده يساعد بحاجة كده حتى لو كانت بسيطة يساعد، لو بكلمة حلوة بجد الكلمة دي بتفرح البني آدم اللي قصادك. فمتبخليش عليا بالكومنت بتاعك كمان اللي بجد بيسعدني وبيفرحني والله. ما تعرفيش اما حد بيخش عندي على القناة ويكتب لي كومنت حلو انا بكون فرحانة قد ايه. وكل سنة وانتم طيبين، مع السلامة يا احلى بنات.